مستر ميت هي واحدة من أكتر الألعاب الرعب المخيفة واللي نزل عليها حلقات كتيرة، فأنا هشرح لكم الحلقات دي بس يعني بطريقة قصيرة شوية. واللعبة دي آه، هشرح لكم ألغازها قصتها، فيلا بينا نبدأ. بسم الله. مبدئيا انت لازم كده تمسك الشotgun وتقتحم البيت، تدخل الباب. دلوقتي السؤال اللي انتوا هتسألوه، ليه مستر ميت شرير؟ كده احنا دخلنا المكان السري بتاع مستر ميت، هنلاقي مكان اسمه امرأة مدمنة مخدرات مطلوبة. كده سابت البيت ومشيت. مستر ميت قتل عيالها الاتنين. سألوني ازاي؟ ولا انت لو دخلت الحمام هتلاقي ان في حاجة متسيحة جوه كده، هو اللي قتلهم واختفى. وهتلاقي مكتوب help me. نعرف كمان ان مستر ميت جزار بسبب اللحوم اللي موجودة في كل مكان، وتقريبا كده هو كان بيحاول الخنزير. واخر خنزير احنا بنشوفه هو بيكون في الحظيرة. هو خنزير مستفز جدا الصراحة، وانت لو حبيت بس تقرب منه يعني السلام. كنتوا عارفين ان هو عمل لعبة، كيبريانس عمل لعبة اسمها سايكو باث هانت، واللعبة دي كانت برضو نفس مستر ميت، نفس قوانينها، بس مرعبة جدا. وانصح يعني لو حد يجربها فيقولها لي كانت عاملة ازاي. بس يعني كانت شبه مستر ميت في حاجات، زي مثلا الجراج، او حتى الازاز اللي انتوا بتشوفوه اللي احنا كنا بنقتحمه في مستر ميت. تعرفوا ان في واحد من فريق كيبريانس عرفنا ان مستر ميت مصاب بالطاعون، هو ان احنا بنلاقيه بيفتح لسانه كتير، فده معناها انه مصاب بالطاعون. عشان كده تعرفوا ان الولاد ماتوا، هو ان احنا بنلاقي ان مستر ميت حطتهم هنا معناه انه ماتوا. بس كده، سلام.